السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سيليكون مع النهارده مراجعة سماعة الفيفاين الامبلي جيم الاتش 6 اللي هي طبعا السماعة اللي قدامكم دي، وده شكل الار جي بي طبعا. وانبوكسنج جديد لمنتج جامد من فيفاين امبلي جيم اتش 6 الهيدسيت بتاعتهم او السماعة، وطبعا السماعة فيها ار جي بي. اوكي، مكتوب هنا امبلي جيم. طبعا السماعة بتدعم ال 7.1 وهقول لكم على تجربتي لل 7.1 ان شاء الله في الفيديو. فهنا اول لما تفتح طبعا هتلاقي الكتيب بتاع السماعة، وطبعا هتلاقي ملحوظة مهمة جدا في الكتيب وهو الضمان، وضمان السماعة دي تقريبا سنة. فهنعمل ايه كده اهو، نزيحه خالص. بعدين هنا امبلي جيم اكسسوارز. المهم هنا هتلاقي دي السماعة نفسها. اوكي، بتعمل ايه بقى عشان تطلعها؟ تشيل دي كده. اوكي، وهتلاقي هنا عادي اخر حاجة الميكروفون. نرجع دي وكرتونة هدية. نعمل ايه؟ نرميها كده. اوكي، يبقى هنا معانا السماعة زي ما انتم شايفين بالكابل بتاعها، وطبعا الكابل بتاعها يو اس بي، بيكون فيه هنا غطا بس انا شلته. اوكي، زي ما شايفين يو اس بي. والميكروفون، وده احسن او من احسن الميزات اللي انا شايفها في السماعه، الميكروفون ديتاتشابل، يعني ينفع تركبه وينفع تخلعه. طبعا زي ما انت شايف كده في طرف هنا، تمام. الطرف ده بيخش في فتحه المايك زي ما انت شايفين، فتحه المايك اهي، تمام. بيخش اهو بالمحاذاة. بس كده انت ركبت المايك بكل سهولة. وكمان المايك مميز في حاجة، انه تتنيه، تفرده، تجيبه اي جهة، يعني مرن فليكسيبل. الخامات بتاعتها جميلة بصراحة زي ما انت شايف. بص كده الطراوة، بص الطراوة، يا لهوي يا لهوي. طراوة الودن نفسها طبعا جلد. اللي بره ده بلاستيك، تمام، بلاستيك، لكن بصراحة بلاستيك نظيف، يعني حتى انت شايف جودة البلاستيك بعينك يعني. طبعا السلك بيكون بريدد عشان يستحمل معاك عموما عمر اطول، تمام. فبرضو ميزة كويسة. طبعا هنا ينفع تنزل وتوطي السماعة. دي كانت السماعة. غير كده ايه بقى؟ الكنترولر بتاع السماعة او المتحكم، لان مفيش سوفت وير للسماعة. هنا ده 7.1، وهنا بتاع المودز، والمودز طبعا متوضحة هنا زي ما انتم شايفين. وكمان عندنا زرار الميوت للمايك، عالية الصوت برضو من هنا، وتوطية الصوت برضو من هنا. بس كده نكمل بقى في المراجعة. اول حاجه المراجعه هتنقسم لثلاث اقسام. اول قسم وهو الشكل والخامات، وهنتكلم دلوقتي عن الشكل والخامات. فطبعا زي ما انتم شايفين قدامكم دي السماعه. طبعا كشكل انا مش هحكم عليه لان كل واحد على حسب ذوقه، وفيها كمان رينج ار جي بي زي ما انتم شايفين. بالنسبه للخامات، فخامات السماعه هنا كويسه جدا. هي بلاستيك طبعا، لكن البلاستيك بتاعها محترم جدا، وهي قابله للطي او مرنه. بالنسبه للدرايفر فهو جلد وبصراحه مريح، والسماعه ذات نفسها خفيفه، مش هتوجع لك دماغك وانت قاعد لفترات طويله. استخدمتها تقريبا السماعه دي مستخدمها بقالي اكتر من شهرين. فالسماعه هنا بالنسبه لخاماتها بصراحه اديها 9 من 10 مثلا. طب ايه العيوب اللي بالنسبه للشكل عندي؟ الار جي بي شكله جميل، ما عنديش مشكله. هو مود واحد ممكن عادي ما تفرقش معاك، لان كده كده انت مش هتشوف الار جي بي ده. لكن الفكره هنا اللي مضايقاني فعلا وهو ان الار جي بي ما بيطفيش. طب انا مثلا لو عايز اخلي الدنيا دارك شويه في الاوضه واقفل الدنيا واقفل النور، فهو الاضاءه بتاعه السماعه بصراحه ما بتطفيش، فده عيب وكان لازم اقوله. بالنسبه لتاني قسم معانا وهو الميكروفون هنا شغال بتقنيه الاومني دايركشنال، ودي بتبقى حاجه في التقاط المايك نفسه، ان هو بيلتقط الويف بباترن معين زي اللي هتشوفوه قدامكم دلوقتي. طيب معانا دلوقتي تجربه مايك السماعه الفيفاين الاتش 6 ومن غير اي فلاتر ولا اي حاجه. فانا مثلا عايز اقول حاجه، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وده طبعا للداية اللي كنت بكلمكم عليها. هعمل ميوت دلوقتي
وخلاص كده، اتمنى التجربه تكون عجبتكم. انزلوا قولوا لي رايكم في المايك ده. طب بالنسبه لمميزات وعيوب المايك ده، اول حاجه المايك ديتاتشبل، يعني انت ينفع تشيله وينفع تحطه في الوقت اللي انت عايزه. تاني حاجه وهو ان انت عندك زرار للميوت، من حيث ان انت لو مركب المايك حتى وعايز تطفيه برضو محدش يسمع الصوت في اي تطبيق، بتدوس على الزرار بيطفي المايك. غير كده بيكون في ليد برضو بيشاور لك ان المايك ده مقفول ولا لا. تالت حاجه في الميزه ان المايك فليكسيبل، يعني مرن، المايك حرفيا تتنيه يمين شمال ما عندكش اي مشكله، فدي ميزه بصراحه مفيده جدا بالنسبه لنا. رابع حاجه المايك فيه بصراحه نويز كانسليشن محترم، بصراحه حاجه انتوا بصوا كده كده هتسمعوا صوت المايك واحكموا انتوا، يعني انا مش هحكم على جوده المايك، انت احكم على جوده المايك، لكن دي الحاجات او المميزات اللي انا لاحظتها. تالت قسم معانا بقى وهنتكلم عن السماعه نفسها بالنسبه كصوت، هل الصوت كويس ولا لا. الميزه هنا حابب اوضحها لكم، الميزه دي قويه جدا في السماعه وهي علو صوت السماعه. يا شباب السماعه دي على 100% بيبقى صوتها عالي جدا، فبالتالي انا شخصيا لما استخدمتها كان من ما بين 40% ل 60% على حسب الحاجه اللي انا عايز اسمعها صوتها واطي ولا عالي. فدي ميزه قويه جدا. وكمان الميزه دي بيدعمها انه مهما عليت صوت السماعه على 100% مفيش نويز هيطلع معاك في الصوت، عشان انا كان معايا سماعات قبل كده لما كنت تجيبها 100% كان بيطلع نويز في الخلفيه عامل زي زز كده في الخلفيه. هنا السماعه دي ما فيهاش نويز تماما مهما عليت الصوت. مثال اهو على علو صوت 100%. فيديو النهارده هنتكلم عن احسن 9 كروت شاشه موجودين في السوق في العالم تحت سعر ال 10000 جنيه او ال 250 دولار. انا على فكره انا كده بعيد جدا عن السماعه. بالنسبه للسماعه وجوده الصوت نفسه بقى، فدي هنتكلم عليها في الاخر. ليه؟ لانها مرتبطه بالنقطه اللي انا هكلمك عليها دلوقتي. فهنا في حاجه جامده بصراحه، بعيدا ان مفيش سوفت وير للسماعه، لكن انت عندك 3 أو 4 مودز، هو المفروض 3 لكن انا مخليهم 4 من عندي. ليه؟ لان زي ما اشرح لك دلوقتي ال3 وال4 مودز دول بيغيروا لك في وضعيه الصوت. هل انت عايز صوت التريبل عالي والبيز قليل؟ هل انت عايز صوت البيز عالي والتريبل واطي؟ هل انت عايز وسط يعني الدنيا مظبوطه؟ هل انت عايز الصوت يكون فيرشوال 7.1 او سراوند؟ طب بالنسبه ليا انا ايه اللي لاحظته من كل مود وايه الاختلاف، ولا هم كلهم زي بعض ولا ايه؟ وهكلمك عن كل مود لوحده. اول مود هو مود الموفيز. بص يا معلم، مود الموفيز كده تحسه كانه النورمال مود او المود اللي هو المفروض بتاع اي سماعه. هو البيز مظبوط والتريبل مظبوط، مفيش حاجه عاليه عن التانيه، فالصوت هنا بصراحه جميل. هو فعلا زي ما مكتوب صوت الموفيز. فانا لو بتفرج على فيلم عادي ومش فارق معايا البيز يبقى عالي، مش فارق معايا التريبل، مش فارق معايا يعني حاجه معينه او ميزه معينه زي مثلا مود 7.1، انا عايز اسمع جامد قوي او افرق جامد قوي ما بين الصوت ده جاي يمين ولا شمال، فهو مود متوسط كده. بالنسبه لتاني مود هو مود الجيمز. مود الجيمز ده بيعلي لك البيز هنا بيكون عالي قوي في مود الجيمز عشان يدمجك بقى مع صوت الطلقات، مع صوت موتور العربيه لو انت بتلعب لعبه عربيات. فده مود فعلا هو كويس جدا للجيمنج. بالنسبه لمود الميوزك، المود ده حسيته انه بيخليني اسمع كل الاصوات بتفاصيلها في المشهد. هو انا عادي بسمع كل الاصوات بتفاصيلها في كل المودز دي، لكن هنا فاهم اللي هو بيحس انه بيبروزها لك عشان تعرف طبقات الاغنيه بقى. عارف انت لما صوت مثلا في اغنيه معينه، فهو الصوت ده حرفيا اللي انا اقصده، بيخلي لك الاصوات دي كلها متبروزه. فمود الميوزك هنا بيقلل البيز حبه وبيزود التريبل، وزي ما بقول لك بيخلي الصوت بيخلي الصوت عميق بالنسبه لك، بتلاحظ اي صوت في الخلفيه. طب بالنسبه لمود 7.1 زي ما شرحت لك قبل كده، هو بيبروز لك بقى اصوات مين اللي جاي من اليمين ومين اللي جاي من الشمال وهكذا. فهو هنا عندنا فيرتشوال سراوند، هو كويس، لكن بصراحه انا لما بلعب ما بستخدموش، بستخدم مود الجيمنج لان كده كده بلاحظ برضو في مود الجيمنج. طيب في هنا عيب حابب اتكلم عليه، وهو ان السماعه دي بتشتغل على كل الاجهزه الا جهاز الاكس بوكس. تمام؟ فخلي بالك لو انت عندك جهاز الاكس بوكس ما تشتريش السماعه دي لان هي مش هتشتغل عليه. طب بالنسبه لخلاصه السماعه وليه ممكن اشتري السماعه دي وممكن ما اشتريهاش، طيب اول حاجه بالنسبه للصوت بصراحه ممتاز، انا اديله سوليد 9.5 من 10. ليه؟ لان انا كان عندي سماعه قديمه، السماعه دي حرفيا انا لما لبست السماعه دي بقيت اسمع تفاصيل ما كنتش بسمعها في السماعه القديمه، فدي بوينت جامده جدا. كمان حتى بتفيدني في انتاج المحتوى اني بشيل النويز خالص من الصوت. عشان كده في ناس بدات تسالني بتقول لي وانت بتسجل ازاي، هم مبهورين ان مفيش نويز في صوت التسجيل بتاعي،
طالع ليه؟ عشان انا بديتكت كل النويز بالسماعه دي، وبالتالي بشيله في برنامج المونتاج. تاني ميزه في السماعه دي بالنسبه لي المايك ان هو ديتاتشابل، وغير كده مرن جدا زي ما انت شايف، فدي حاجه مهمه جدا بالنسبه لي. وكمان ميزه نسيت اقولها لكم، هو ان المايك النويز كانسليشن فيه كويس جدا وبيشتغل اوتوماتيك، فهو حاجه تحفه. غير كده السماعه كلها مرنه زي ما وريتك ومريحه وخفيفه. طب ايه اكتر عيب ضايقني في السماعه؟ وهو زي ما قلت لك الار جي بي. الار جي بي بتاع السماعه ما بيطفيش، ودي حاجه بتضايقني لان انا ساعات بخش في مود اللي هو انا عايز اقفل كل الاضاءات اللي موجوده في الاوضه. واخر حاجه ما تخلكش انت بقى تشتري السماعه دي، انك لو هتستخدم السماعه على الاكس بوكس، لان هي مش هتشتغل على الاكس بوكس. طبعا بالنسبه لي ما استخدموش، فمش فارق معايا العيب ده. في عيب كمان كان لازم اقوله لك، اسمع كده الصوت ده، كان لازم اقول لك برضو، بس هو كل الزراير شغاله عادي ما فيهاش مشكله. ولو هنتكلم بالنسبه لسعر السماعه دي، فسعر السماعه دي في مصر تقريبا 2200 جنيه ومتوفره على هاردوير ماركت. ولو عايز تشتريها من الموقع الرسمي من علي اكسبريس برضو متوفره، وهحط لكم اللينك تحت. وبالنسبه لسعر السماعه بالنسبه للامكانيات بتاعتها، فيها كويسه جدا، فيها كميه مودز، فيها كميه زراير، فيها كميه تحكم، وصوتها جميل جدا، والمايك النويز كانسليشن حلو. فبصراحه ارشح لكم السماعه دي. بس كده خلصنا الفيديو النهارده، كان معاكم سيليكون. اتمنى يكون الفيديو عجبك. انزل دلوقتي اكتب لي تعليق عن رايك في السماعه، عن رايك في الفيديو عموما. طبعا بستفاد من تعليقاتكم سواء ايجابيه او سلبيه. ايجابيه بتفرحني، سلبيه بستفاد منها وبصلح كل الاخطاء ان شاء الله. كان معاكم سيليكون. اشترك في القناه، تكتب لي تعليق حلو زيك. مع السلامه.